هي اصلا المشكله اساسا الناس مدمنه للاكل. صح. فالناس بقى اللي هم اللي مش عارفين ياكلوا، لا اللي عايزين ياكلوا يعملوا يعملوا ايه بقى لو عشان بس ياكلوا، مش ما يدوسوش قوي اه وما يدوسوش في الحاجات اللي بتدمنهم. ممكن ازاي بقى ان احنا ناكل بشكل يشبعنا وكده يعني هقول لك حاجه. لازم اول حاجه ان انا ما بحبش اقول في حاجه ممنوعه. يعني حتى المكرونه بشاميل اللي انا قلت عليها من شويه دي ممكن اكلها عادي. طب انا بياخد فيها نسبه دهون كتيره. طب ايه رايك تحط معاها طبق سلطه حلو كده عشان الدهون دي ما تمتصش بشكل كامل؟ طب لا انا بحب السكريات. طب ايه رايك مثلا تحط معاهم شويه الياف؟ انا بحب رز كتير، لا خد شويه الياف معاهم، طبق سلطه محترم كده يظبط لك الدنيا، ما يخليش السكر اللي انت اكلته ده او الدهون كلها تمتص بشكل كامل. تمام. او يعني في اضيق الحدود لو خدت دواء مثلا معين يقلل امتصاص الحاجات دي شويه، بحيث ان هو لا انا ممكن اكل وبالتالي اظبط اموري، سواء عن طريق بعض الادويه اللي بتقلل الامتصاص، سواء عن طريق الياف ان انا بحطها على الوجبه بتاعتي، سواء ان انا مثلا انا عايز سكريات وعايز تاكل تمر. ناس كتير تقول لي انا بحب اكل تمر. طب ايه رايك تخلي التمر ده قبل التمرين، او تخلي التمر ده وقت الصبح عشان تاكل معاك يوم طويل عريض ممكن تحرق فيه. فبالتالي انا بدات يعني استخدم الاكل بتاعي ان انا احطه في مواعيد معينه وبشكل معين، واحط معاه حاجات معينه، خلطات معينه توصلني للهدف بتاعي. تمام. فبالتالي انا ممكن ابدا افكر في الالياف اللي هي موجوده في الخضار مثلا او في السلطه. تمام. ابدا افكر في مواعيد الاكل بتاعي، مش هاكل حاجه مسكره بالليل وانام. طب انا لا ده انا باجي بالليل ببقى عايز اكل اكله، ادب اكله واقوم ايه هات لي الحلو بقى بسرعه، ده انا محتاج حاجه مسكره. طب ما انت اللي عملت في نفسك كده عن طريق التجويع، اللي انت جوعت نفسك طول اليوم فجيت بالليل دبيت. فلو خدت فريكوينت ميلز، وجبات متتابعه، حاجات صغيره صغيره صغيره، هتحس ان انت السكر بتاعك ما بيهبطش. فبالتالي ايه اما تيجي بالليل مش تبقى محتاج تدب الدبه دي وتاخد بقى الحلو بعد.